وشوشني تقارير الشغل ما خلصتش ليه؟ كل شوية تقارير شغل تقارير شغل. الحياة أسهل من كده بكتير قوي. الموضوع ده ما يتكررش تاني. حاضر، هخلص تقارير الشغل. حطك في دماغي. أنا أسماء أحمد ومن صدى الجمهورية، جايلكم النهاردة بحكاية مختلفة، حكاية صوت بدأ من قلب البساطة وتحول لحكاية نجاح بتوصل لكل حد عنده حلم وبيفكر يبدأ. قصة بنت مستنتش فرص ولا استنت حد يعلمها، بالعكس قررت تمشي ورا إحساسها وتخلي صوتها يحكي بدلها. النهاردة هنتكلم عن مريم سيد محسوب حسن، صوت بدأ من البيت وبيحلم يوصل لكل بيت. مريم بدأت الموضوع من غير تخطيط، كانت بتقلد أصوات الكرتون لمجرد المتعة، تغير نبرة صوتها، تلعب مع طبقاتها وتمشي مع المشاهد كأنها جزء منها. لكن من غير ما تحس كانت بتتدرب كل يوم، ما كانتش بتفكر في الشهرة ولا حتى كانت شايفة إن الموضوع ممكن يكبر. لكن مع الوقت بدأت تحس إن اللي بتعمله مش مجرد تسلية، لأ، ده موهبة. أول خطوة ليها كانت لما حملت برنامج بسيط على الموبايل وبدأت تسجل بصوتها على مشاهد الكرتون، تحاول توفق الصوت مع حركة الشفايف، تحس بالشخصيات وتعيشها وتسجل كأنها جوه المشهد. وفي لحظة شجاعة قررت تنشر أول تجربة ليها، والنتيجة الناس حبوا صوتها وشجعوها وطلبوا منها تكمل. ومن هنا بدأت الحكاية، من غير مدرب ولا كورسات ولا حتى استديو. مريم طورت نفسها بنفسها وجربت وسجلت وأعادت لحد ما وصلت لمرحلة بقت فيها بتسمع شغلها وتحس بالفخر. هي مش بس كانت بتسجل، دي كانت بتعيش كل جملة كل شخصية، وده سر نجاحها. بتحب القصص أكتر من أي نوع تاني من النصوص، بتحس إن القصص بتخلي صوتها يطلع بكل طاقته، وإنها تقدر توصل إحساس كل كلمة للناس. وعلى الرغم من إنها مش متابعة للمعلقين الصوتيين معينين، كانت دايما بتتعلم من كل حاجة بتعدي عليها، من مشهد، من صوت عابر، من مواقف بتعيشها. لما كانت بتقابل سكريبت طويل لازم يتقال مرة واحدة، كانت بتعيد كتير، ساعات تتعب، لكن عمرها ما وقفت. مفيش في دماغها حاجة اسمها مستحيل. هي شايفة إن التعب بيجيب نتيجة، وإن الموهبة محتاجة بس حد يؤمن بيها. الغريب بقى إنها عمرها ما احتاجت تقنع الناس بشغلها، لأن شغلها بيتكلم عنها. كل مرة تنزل فيديو بتلاقي دعم وتفاعل وكلام حلو، وده كان كفاية يخليها تكمل. في مرة كانت بتسجل قصة لكن النهاية ما كانتش عاجباها، كانت حاسة إنها ناقصة، وده خلاها تحس بالإحباط. لكن لما تم تعديل النهاية قدرت تسجلها وهي مرتاحة وكملت القصة بكل طاقتها. وأكتر عمل صوتي فرق معاها كان فيديو بتحكي فيه عن تجربتها مع الكانسر. الفيديو ده كان نقطة تحول، ناس كتير بعتولها وشكروها وبتأثروا بكلامها، وحسوا قد ايه صوتها حقيقي وواصل من القلب. ومن الدبلاج انتهت لتجربة جديدة تماما كمذيعة في جريدة صدى الجمهورية، تجربة خلتها تحس إنها بدأت تدخل المجال بشكل أوسع، وإن صوتها بقى ليه مكان حقيقي. مريم مش بتروح ورش تدريب ومش واخدة كورسات، لكن شغلها بيتطور كل يوم من خلال الممارسة والتجربة. كل فيديو جديد هو تدريب جديد، كل تعليق من الناس هو دفعة للأمام. فيسبوك هو المنصة الأساسية اللي بتنشر عليها شغلها، مش نشيط على باقي السوشيال ميديا، لكنها مركزة في مكان واحد، وده كان كفاية إنها توصل لناس كتير. طموحها بسيط بس كبير، نفسها تشتغل على مستوى احترافي ويكون ليها مكان معروف في مجال التعليق الصوتي. عايزة تبقى من الأصوات اللي الناس تسمعها تقول دي مريم. بالرغم من إنها مش شايفة نفسها جاهزة تتدرب أو تدرس لحد دلوقتي، لكنها أكيد هتفكر في ده قدام لما تحس إنها وصلت للمرحلة دي. ونصيحتها لأي حد نفسه يدخل المجال: ابدأ،
حتى لو بصوتك، حتى لو بتسجل لنفسك في البيت. عيد، جرب، اختبر نفسك، ومع كل محاولة هتلاقي نفسك بتتقدم وبتقرب من حلمك أكتر. وفي النهاية، أنا أسماء أحمد، ومن قلب صدى الجمهورية بقدم لكم مش بس قصة صوت، دي قصة بنت قررت تسمع صوتها وتصدقه في العالم كله سمعه. ولو هنختم بجملة توصف مريم، فهي: كل اللي قدرت أوصله كان من شوية تجارب وموبايل وصوت صدق نفسه. سلام. بصوا، انا معرفش الطريق ومحتاجة اني ياخدني اشوف المصابيح، لاني فضلت احلم اشوفهم كل يوم في عمري. هي فين الانسانية؟ عمر ما حد فيكم اتمنى حاجة في حياته